السلام عليكم من جديد في بودكاست نوايا. هذا اليوم ضيفتي ضيفة عزيزة هي الدكتورة إيمان الكوبيسي، كاتبة مسرحية وأكاديمية وناقدة. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا. طول هذا اللقاء؟ طول تحديد الموعد. نعم، اتفقنا أكثر من مرة وما صارت، ولكن الحمد لله بهاي الأجواء الشتوية الحلوة اليوم سعداء بمجيئك إلى الاستوديو وإلى تكريت أيضا. شكرا جزيلا دكتور ياسين، الأخ والصديق العزيز. صح، هاي الفترة يعني كانت كنا نتناوب حتى بالقسم من فرص اللقاء تكون قليلة، فحتى غيروا جدولنا حاربينه. فهذا يعني عدم اللقاء أثر بموضوع تحديد الموعد، وكان متفق عليه من زمن. أنا متأكد إن شاء الله. لكن فرصة سعيدة أنه أكون أنا الأسعد اليوم يعني وجودي معكم. الله يسلمك، أنا الأسعد دكتورة. دكتورة أنت ما شاء الله يعني كوكتيل جميل من الاهتمامات الأدبية، يعني دائما نشوفك باتحاد الأدباء موجودة، بالمسرح موجودة، بمسرح الدمى موجودة، كأكاديمية حاضرة في جامعة تكريت في قسم التربية الفنية، وشايفين نشاطاتك، وهذا ما دعانا بأنه نفتح هذا الصندوق ونتعرف عليه أكثر. فسؤالي الأول هو كيف كانت البدايات؟ كيف توجهت إيمان الكوبيسي إلى المسرح وحب المسرح أو إلى هذه الأجواء الفنية والأدبية؟ هل كان هناك أجواء في البيت أم هي شرارة جدحة مثل ما نقول؟ فتفضلي لتحدثينا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. البدايات ربما يعني القدر في أحيان كثيرة يكون هو سبب في تغيير مسارنا. يمكن إذا أقول لك كان أحد طموحاتي أنه أنا أكون ضابط عسكري. يعني شوف الانعطافة يعني من الفنون، وهذا يعني نوع من الاقتداء بشخصية الوالد. يعني كلش من باب أن كل فتاة بأبيها معجبة، فالوالد كان يمثل لي قدوة ومثل أعلى، فكنت أحب كل تفاصيله، من ضمنها حتى المهنة اللي هو دي، يعني رغم أنه هي مهنة للذكور مو للإناث، لكن كنت أحب هذا الكاركتر. حبي للمسرح وحبي للكتابة المسرحية اجى من قضية انه واحنا اطفال كانت جزء من العابنا هي هذا اللعب الايهامي، اللعب الدرامي. يعني سابقا كانت لحد الان الصورة موجودة بخيالي انه الاسرة مالتنا اخوتي الاكبر مني، الاثنين الاكبر مني، يسوون ستارة وشراشف، يربطوها بحبل ويسوون لنا مسرح، والسرير هو الستيج مال المسرح، ويبدون يمثلون عليه. كواليس وين ماكو كواليس هو بس هاي، واحنا قاعدين ومستمتعين، يعني احنا قاعدين متلقين مستمتعين ونضحك فهو هذا ربما باللاوعي شكل عندي نوع يعني من نوع الحب المسرح. الكتابة المسرحية لا، جاءت ربما متأخرة. أنا كنت كلش قوية بالإنشاء، يعني مادة الإنشاء مو مثل يعني المناهج الحديثة هسه لازم يحفظون المقدمة ويحفظون الخاتمة وهاي، لا يعني الإنشاء ما أحضر له نهائيا، أروح أسترسل يعني أثناء عندك ملكة الكتابة والتخيل. عندي هذا الخيال موجود، وربما هذا أيضا همين بالكروموسومات. خلينا نروح شوية للجانب العلمي، همين بالجينات موجود. الوالد كان يعني محب ويكتب شعر، عمي كان شاعر، أخويا الأكبر مني أيضا كان يعني يكتب شعر. فهاي يعني بالجينات موجودة. تطورت أثناء دخولي لكلية الفنون الجميلة. دخولي لكلية الفنون الجميلة ربما كان يعني صدفة، يعني ما كنت مخططة. حتى بالانسيابية كانت على أساس أنه أنا أدخل كلية زراعة موصل. أخويا الأكبر مني الله يرحمه كان خريج زراعة موصل، فقال لي مستحيل أخليك تروحين للموصل وأقسام داخلية وتتبهدلين، لأنه يعني صعب هناك المعيشة. فخلص اختاري لك قسم ببغداد. فمن باب الصدفة أنه اقترحوا أكثر من اختصاص، وتعرف شوية المنطقة الغربية والكويسات بين قوسين بين مزدوجين، إنهم تدخل يعني بنتهم كلية فنون جميلة، شوية الموضوع صعب. لكن يعني الطرح كان إنه هاي قسم تربية فنية وراح تتخرج مدرسة تربية فنية، وعلى هالأساس دخلت كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية. شفت الفضاءات مختلفة، عالم المسرح عالم يعني ساحر.
رجعت ذيك مال الطفوله اشتغلت هاي هنا. البذره الاولى حبيت انه اكون ضمن هذه الاجواء. التربيه الفنيه في كليه الفنون الجميله جامعه بغداد كانت بها فرعين في السنوات اللي احنا كنا ندرس بها، كان فرع تشكيلي وفرع مسرح. فقالوا لي وين تريدين تروحين؟ أنا كنت يعني راغبة بالمسرح، مع العلم أعرف أنه ممكن هذه يعني يسبب نوع من الاعتراضات، لكن مرات العناد شوية. فخلاص قلت لهم راح أروح إصرار، خلينا نسميه طبعا إصرار أكيد. فدخلت لهذا السنة الأولى، قدمنا عمل ضمن فضاءات القسم. ما قلت الأهل، ما جبت لهم طاري، اشتغلت مسرح ما جبت لهم طاري يعني. بالسنة الثانية اشتركنا بعمل ميديا، هذا العمل شارك بمهرجان المسرح العربي، شارك بمهرجان المسرح العراقي، وسافرنا به لعمان. يعني كان من الأعمال المميزة. فتي بعد بالأجواء. وبعد فتي بالأجواء. طبعا أنا بالبيت قايلت لهم إنه أنا مساعد مخرج مدير مسرح، يعني ما أظهر أنا بالكواليس. بس بعدين صارت على المحك الشغلة، صار بيها سفر. فالوالد الله يرحمه اعترض في البداية إنه لا، وشلون تسافرين وشلون تروحين تجسدين. المهم صارت مفاوضات وهاي وافق. فبعد ما رجعنا عرضنا بقاعة الشعب، فقلت له لا خلاص لازم أنت تجي تشوف العمل اللي أنا دا أشتغله. فمن شافه لا حس إنه العمل اللي يقدم مو بما يعني يستحضره عن المسرح وعن الممثل، وعن شاف الموضوع مغاير، شاف الجانب الأكاديمي، الجانب يعني الرسالة اللي يقدمها المسرح. فقال لي خلاص استمري، يعني ماكو مشكلة. بديت أشتغل. على مستوى الكتابة كنت أكتب، يعني أتذكر عندنا تدريسي في كلية الفنون الجميلة طلب من عندنا كطلبة، مثل ما احنا هسه مادة فن الكتابة اللي ندرسها، نطلب من الطلبة انه يكتبون نص تراجيدي، نص مسرحي او قصة. فكتبتها شخصيتين النصين وقدمتها، يعني القيتها امامهم. فسألني قال لي ايمان انت كاتبتها بهاي اللهجة، يعني وكأنه دا يشكك. قلت له والله دكتور انا كاتبتها بهالمعنى. فمن قال لي ترى أنا ما دا أكذبك يعني، فلا تحلفين، ما يحتاج تحلفين، بس أنا كنت معجب بيها. حلو. ننتبه على فد شيء مميز بالضبط. لقى إنه أكو فد لمسة ممكن إنه تنصقل. فبقى عندي هاي الرغبة، أكتب مرات، لكن ما عندي الشجاعة إنه أطرح كتاباتي للملأ. بالماجستير كان جزء من دراسة الماجستير، جزء من يعني اكو مادة يسموها مادة اختيارية. فقالوا لي يا مادة تريدين تختارين؟ قلت لهم اريد مادة فن الكتابة حتى اصقل الموجود الداخلي. الرسالة مالتي كانت لها علاقة بتصوير الفني قصص القرآن وتوظيفها دراميا بالمسرح المدرسي، انه شلون اخذ هاي القصة واوظفها بانه تكون نص مسرحي. فاكو برنامج كامل معد، برنامج تطبيقي، وكان كانت المنهجية تجريبية، شغل طبقها على طلبة إنه شلون يقدر يكتب لي نص مسرحي من خلال هاي القصة اللي موجودة. فأيضا انصقلت هاي القضية، لكن بعد ماكو الشجاعة اللي موجودة. حتى النص اللي موجود هو النموذج كنت كاتبته بشهادة أساتذتي اللي ناقشوني واللي طرحت عليهم حتى أحصل الثبات بي. قالوا لي نشري هذا النص كلش حلو، بس ما كانت عندي الجرأة إنه أنشر. فترة الدكتوراه حسيت إنه أنا أقدر هسه. طبعاً بداية النصوص كنت أعرضها على كتاب، أعرضها على أساتذتي اللي هم مختصين بجانب الكتابة، فكانوا يشجعوني. بديت أكتب. أول نص كتبته هو نص للكبار، وهو نص عن يعني يتناول حقوق المرأة، وكان عنوانه في البداية وعد على الشريعة، بعدين سميناه تويتر نسائي. وبال 2018 2019 يمكن بالتعاون مع دائرة سينما المسرح قمت بإخراجه، ونال ظل يومين يعرض، القاعة ممتلئة، ونال استحسان الجمهور، وكانت أصداء حلوة. فيما بعد بديت أكتب. بعدين قلت أنا يعني ميولي رايحة للطفل، والطفل مهمش عندنا، ليش ما أكتب للطفل؟ فكتبت المجموعة الأولى، وصدرت المجموعة الثانية والثالثة للطفل. بعدين رحت الفئة أخرى، فئة مهملة، اللي هي فئة الفتيان. احنا مسرح الفتيان عندنا هو بشكل عام المراهق ضايع بين هاي
حتى روايات الفتيان قليلة قليلة. أعتقد بالعراق. ضايع بين مرحلة الكبار ومرحلة الطفولة، ويحس وهو أصلا هي مرحلة مضطربة، يعني هو الإنسان بهاي المرحلة هو يعيش بها اضطرابات أفكار هواية وبها تستحق أن يكون وتستحق عليها أنه البحث. تدرس وتستحق أنه يسلط عليها الضوء جماليا. فبلشت أنه أكتب بموضوعات تخص الفتيان والفتيات، وأيضا كانت عندي مجموعة مسرحية للفتيان. بعدها بديت يعني أبتعد شوي عن الكتابة، رحت خاصة بعد الدكتوراه رحنا للجانب الأكاديمي، الجانب التنظيري، فبلشنا بالدراسة النقدية، يعني خصوصا بالفترة اللي يعني انخرطت فيها في بيت المسرح الاتحاد العام للأدباء والكتاب، فكانت جلساتنا أكثرها جلسات تنظيرية نقدية سواء على مستوى النص المسرحي أو على مستوى العمل المسرحي، وتوالت الأعمال بين إخراج بين نقد. ترى المسرح وين اليوم بالعراق؟ ظل هاي الفضاءات المفتوحة والسوشيال ميديا والاهتمامات المتنوعة، هذا التشويش الصار بالعالم كله، مو فقط في العراق. يعني البرامج وسائل التواصل، هذا الجهاز الصغير، هذا الموبايل اللي بأشياء يعني كثيرة، بمغريات كثيرة، أكيد يعني أخذ من جرف المسرح وأخذ من جرف السينما وأخذ من جرف الفن بشكل عام. لكن بقى حيوية المسرح، هاي التفاعلية اللي موجودة إلها سحرها، يعني دائما. وهذا يمكن نلمسه احنا بجامعة تكريت، نلمسه من اكو بروفا عندنا بالمسرح على بساطتها وعلى بساطة المسرح اللي حضرتك مطلع عليه. الطلاب يتجمعون إذا بالساحة، مجرد ما صار حوار مسرحي أو حوار يعني شوية بجانب درامي، راح تشوف الناس كلها تتجمهر عليه. إذن هو أكو بالفطرة أكو حب لهذا الفن الجمالي، أكو حب. لكن دوره وين؟ يعني على المستوى المسرح العراقي إحنا مشكلة عندنا، صار أكو نوع من القطيعة بين المتلقي وبين المسرح، وهذا السبب إحنا الأكاديميين سبب فيه. يعني قصدي السبب وين؟ هل مثلا قلة نصوص، جودة النصوص؟ العراق بلد ولاد للكتاب، أم دعم للمسرح عموما، المسرح المؤثر ما موجود؟ لو شنو؟ حلو، حطيت إيدك هسه على الجرح. واحدة من الأسباب إنه غياب الدعم، واحدة من الأسباب إنه هي هاي الملهيات الكثيرة اللي موجودة ما تخلي الشباب ينخرط ضمن فضاءات المسرح وضمن أجواء المسرح. القضية الثانية، سابقا بالمدارس، نعم، على مستوى المدارس الابتدائية، يعني أنا نشأت بمدرسة من المرحلة الابتدائية لحد المرحلة الإعدادية أكو بيه قاعة مسرح، أكو كواليس، أكو مسرح، أكو هذا المعمار للمسرح. فحتى لو ما تجسد عليه أعمال مسرحية بالمعنى، ولكن على الأقل أنتم مشاهدين شايفين. أنا أعرف شنو الكالوس، وأعرف شنو السايك، وأعرف شنو الستارة، وأعرف، وهذا سحر، يعني هذا عالم ساحر أشوفه أصلا. يعني مجرد ما تصعد على خشبة المسرح تحس روحك وأنت يعني مجرب هذا الشعور من تكون عريس حفل أو من تكون مشارك بمناسبة معينة. هذا السحر اللي موجود على خشبة المسرح ما يضاهي أي سحر، لا يعني الكاميرا بالسينما أو بالدراما أو حتى بالإذاعة غير شكل. المسرح هاي التفاعلية والحياة اللي موجودة بها تجذب المتلقي، وهي وتوصل رسالة يعجز عنها أي جانب آخر، سواء على مستوى اللوحة التشكيلية أو النحتي أو يعني أي جانب آخر. لكن المشكلة وين؟ مثل ما ذكرت لك، إحنا صار أكو قطيعة بين المتلقي وبين المسرح. هذه القطيعة مو حاليا، يعني هي مو وليدة هذه اللحظة، مو وليدة هذه السنوات، بدت من فترة الحصار، من انخراط المسرح العراقي إلى أنه يكون مسرح ما نقدر نقول تجاري، لأن ماكو مشكلة بتسميته كمسرح تجاري، مسرح تذكرة ما بها مشكلة، المسارح العالمية كلها تتبع شباك تذاكر. لكن من يكون مسرح إسفاف، مسرح تهريج، هذا خلى العائلة العراقية تبتعد. يعني أنا أتذكر في قبل أكثر من 10 سنوات كنت هواية يعني بعيدة عن المسرح، فحبيت أنه أرجع، قلت خلي أشوف، فأخذت عائلتي وقلت لهم خلينا نروح نشوف عمل مسرح، يعني تذاكر، متخيلة أنه أنا نفس الانطباع اللي كان عندي بالكلية راح أشوفه، يعني فترة نهاية التسعينات. فمن دخلنا شفنا المسرحية، على نص المسرحية ما قدرنا نكمل لأنه مو نهائيا مو ذوق عائلي،
نهائيا يعني صعب، بها خدش للحياة. فالعائلة العراقية مستحيل يعني تقحم عائلة الأب العراقي، مستحيل طبعاً. يقحم عائلته بهذا الموقف المحرج. فطلعنا على نص المسرحية بحيث يعني عائلتي لامتني قالت له احنا لو رايحين ماكلين بمكان حلو وقاعدين قاعدة حلوة مو أحسن من هذا المكان اللي جبتين عليه. يعني أنا حتى أنا انحرجت، حسيت إنه هذا يعني جرح انت اختصاصي. اصلا تألمت لهذا الوضع أكيد يعني طبعا، كونك لكن مختصة. بالضبط. لكن فيما بعد اكو كانت عروض، لا سيما حتى في يعني في تشرين من صارت اكو عروض بالشارع، عروض مسرح نعم. الشارع اللي موجوده بدأت تحاول تقترب، لكن الخطاب لا زال خطاب متعالي. يعني الكاتب المسرحي العراقي والمخرج المسرحي يقدم خطاب متعالي على الجمهور. هاي تخلي ايضا نوع من القطيعه. انا من احس بمكان بغربه ما انتمي له ما طبعا. انتمي له اكيد، فما راح اكون موجوده بي. بدت اخر فتره يعني دائره سينما ومسرح تحاول تقترب من المتلقي، بدات تزيد عروضها، تسوي هذا الريبتوار السنوي. فبدينا نشاهد عوائل عراقيه، اطفال على مستوى مسرح الكبار، انا احكي مو بس مفهوم. على مستوى مسرح الطفل. فبدينا نشاهد ان عوائل عراقيه بدات يعني تجلب أطفالها وتجلب المقربين إلها ويجون يشاهدون عروض مسرحية، لأنه كانت العروض مقبولة كخطاب، وبنفس الوقت بها نوع من الذوق، بها نوع من فصار أكو نوع من التماهي مع المتلقي. هاي القضية الثانية مثل ما ذكرت حضرتك إنه الدعم. يعني أنا حاليا إذا أريد أقدم عمل مسرحي على مستوى الجامعة، على مستوى نقابة الفنانين، على مستوى دائرة سينما ومسرح، لازم ارتب لي يعني اضمن سبونسر. اكيد لا. هذا الموضوع صعب، يعني في احيان كثيره صعب انه توفره. ماكو الدعم الحكومي اللي كان سابقا موجود، والدعم محدود، حتى وان كان موجود محدود، ويعني بهوايه تفاصيل ما قدرنا ننخرط بها. يعني مو الدعم مو مفتوح لكل مبدع. اكو يعني اسماء محدده الها هذا الدعم، وحتى هذا الدعم يكون محدود. يعني قبل فترة كنا سوينا جلسة ببيت المسرح، أنس عبد الصمد واحد من المخرجين العراقيين الشباب المهمين، فذكر أنه أنا لحد الآن على مهرجان وفايز بجائزة، لحد الآن يطلب وزارة الثقافة ويطلب دائرة سينما ومسرح، يطلب المبالغ اللي هي مفروض إنتاجية العمل. فيبقى المبدع يشتغل مرات يشتغل من جيبه الحب لهذا الموضوع، حتى على مستوى الجامعة. يعني احنا اذا نريد نشتغل عمل باسم الجامعه او باسم الكليه فمضطرين انه يصير يعني الاعمال اللي شاركنا بها بالسنوات السابقه راح يكون بدعم محلي بيناتنا. يعني ممكن الاستاذ الطلبة نفسهم يشاركون، او الطلبه مثلا إيه. الطلبه ضمن مشروع تخرج نعم. يصمم السينوغرافيا، ضمن مشروع تخرج يشتغل الازياء. احنا نعرف الواقع الثقافي حقيقة فقير للأسف يعني، بس مرات أنا وين أباوع على اللي يعني الدراما اللي تقدم شوية. الدراما العراقية بالسنوات الأخيرة تنصرف عليها، صح. صاروا عندنا نجوم، عندهم أموال، وعندهم يعني صارت أكو ظاهرة معينة، ولكن نفسهم هؤلاء النجوم تحسهم مرات يفترون بنفس القالب الكوميدي. نعم. وطبعا هي أغلبها كوميديا، أغلبها أكيد. شوية أكو تراجيديا أو أكو دراما. مو لا تنسى أنا أقول العفو دكتورة، لما أكو ناس توجهت هذا التوجه ودا تدعم، ليش ما نفسهم هم ذول القائمين على نقابة الفنانين أو يحاولون يخلون هاي النصوص أكثر رصانة، يحاولون يخلون هذا الممثل الكوميدي اللي يضحك العراقيين، ولا أريد أن أذكر أسماء، يخلي يعني يقولوا له اطلع من هذا مكان اطلع الصحيح. من هذا القالب، تعال بمكان أحلى أو أرقى. احنا كلنا شفنا يعني تربينا على الفن المصري. منهم بينا ما يحب عادل إمام. عادل إمام إذا تريدين تقولي بيه تخليه يعني بالكلام الجريء أو عنده ألفاظ أشكال بها إسفاف يجوز تصير. ولكن عادل إمام قمة بالذكاء، بتوظيف المفردة، بتوظيف الشخصية، بتغيير باختيار تشفير النصوص والتشفير وكل شيء. عالج قضايا كثيرة جدا سواء بالأفلام أو بالمسرح. صحيح. إحنا ما ظهر عندنا هذا الفنان اللي يمشي على هذا الخط مثلا. مو إحنا دائما عندنا الفن لازم يكون
مسيس. هي هاي المشكلة. سابقا اكو حيادية توجيه سياسي، ما عندنا حيادية. صحيح. ما عندنا استقلالية للفن. استقلالية دائما يكون الفن يا اما يعني مطبل للسلطة، وربما إفقار الفنان مقصود. أكيد مقصود. الثقافة حتى يروح للسلطة. الثقافة بشكل عام فقيرة. ليش فقيرة؟ حتى بالضبط حتى يكون دائما مطبل للسلطة، حتى ممكن يستفاد. وإلا يفترض الفنانين المصريين كلهم إمكانيات قوية على مستوى الغناء، على مستوى السينما، على مستوى المسرح. إذا نربط قضية أنه ليش الفن الدراما العراقية ذهبت إلى الكوميديا، ما ذهبت إلى الأعمال التراجيدية أو الأعمال اللي تلامس الواقع العراقي. خلينا نرجع للجهة المنفذة، الجهة المنتجة. أكو أيديولوجية خاصة لهاي الجهات الإنتاجية تحصر الممثل العراقي أو تحصر الدراما العراقية بهذا لأنه الدراما العراقية إذا يعني لقت الفرصة أنه راح تزاحم وتنافس الدراما العربية، سواء على مستوى الدراما الخليجية أو حتى الدراما العربية. موضوعاتنا العراق غني بالحكاية في ظل الصراعات اللي عشناها، داعش والحروب والمعاناة والحصار. يعني تطلع آلاف مو مئات. يعني والعراق بلد شعر، بلد كلمة. يعني إذا نروح للشرقاطة نلقى 3-4 شعراء. صحيح. نجي للناصرية نفس الشيء. يعني العراق هو بلد شعر، بلد كلمة. فالنص موجود، الإبداع الإخراجي، الخيال موجود، لكن الإشكالية وين هاي الإنتاجية. ليش هاي الإنتاجية ما تتوظف مثلا بالمسرح؟ لأنه المسرح خطر. يعني أكو خطورة حتى بهاي. يعني نقدر نقول الإدارة والدعم، أكيد هذا الدعم الحر المستقل الذي يخرج لنا أعمال أو ينتج لنا أعمال. جزء كبير هو الدعم. لأنه إحنا دكتورة نعرف كلنا إنه العمل اللي يلامس الناس والمشاهد ويبقى خالد هو العمل الصادق. ولهذا أنا كنت يعني تو ذكرت عادل إمام لما سوى مسرحية الزعيم يعني شرشح الزعماء مثل ما يقولون. كانوا الزعماء كلهم مستقرين ويقدرون يشيلون أي واحد. وأي مواطن عربي يشوف الزعيم راح يتخيلها أنه هي عن بلده. أحسنت. لأنه كانت ترهم فعلا على أكثر من بلد، لأنها كلها دكتاتوريات، ولكنه بشجاعة، بمساحة، بشيء جسدها مما يخليك تحترمين هذا العمل. حتى على مستوى الأفلام، يعني عادل إمام عنده هواية من الأفلام هي قدمت رسائل فعلا. الإرهاب، الهلفوت، يعني هي صح بجانب كوميدي، بجانب لأنه معروف عن عادل إمام هو فنان كوميدي، لكن الرسالة المشفرة في أفلام عادل إمام عالية جدا. عالية جدا. صحيح. دكتورة أكاديميا اليوم أنت تدرسية في جامعة تكريت في قسم التربية الفنية، يعني القسم يعتبر قسم فتي، ولكن دوركم أو حتى بحسب اتصالك وتواصلك مع الأكاديمية في بغداد أو مع المعاهد أو مع كل الصروح العلمية، هناك منهجية لإعداد فنانين؟ يعني حسب معلوماتك هل هناك أحد اليوم يروح أو أساتذة عندما يكتشفون موهبة معينة، سواء كاتب سواء ممثل، موهبة أيا كانت، أكو هناك احتضان؟ أكو تقدر دكتورة إيمان تدز هاي الممثلة الشابة الصغيرة اللي مثلا اكتشفت أنها تمثل أو تغني أو توصيها توجهها؟ لو وين إحنا اليوم؟ موجود في يعني حكم اطلاعي بكليات الفنون الجميلة في بغداد، في البصرة، في بابل، كثير من الفنانين صقلتهم كليات الفنون ومعاهد الفنون. يعني احنا نروح التأسيس الأولي معاهد الفنون الجميلة، لكن كيف صقلت موهبة الموهوب في معهد الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة؟ عندما يجد فنان حقيقي يصقل له الموهبة، وهذا بشكل عام على مستوى كل الفنون، التشكيل، المسرح، السينما. لما يكون هذا الشخص القيادي، هذا الشخص القائد بالعملية التربوية، هو شخص متمكن من أدواته، شخص عنده الوعي بأنه يطور، لأنه يعني النفسية البشرية يعني ما تتساوى، مو كل الأنفس نفس والأمراض النفسية خاصة عند الفنان موجودة، النرجسية موجودة في أحيان كثيرة. الأب
يغار من ابنه، هاي على مستوى مو العلاقة الأسرية، أنا أقصدها على مستوى العلاقة الأكاديمية، لأنه يفترض إحنا كأكاديميين الطلبة أبنائنا. أكيد. على يعني الأستاذ من يشوف في أحيان كثيرة بعض الأساتذة اللي هم ما يمتلكون هاي اللمسة الإبداعية، أو ما يمتلك الثقة بالنفس، ما يمتلك الوعي إنه هو مربي وهو عليه رسالة، عنده رسالة مثل الأنبياء إنه عليه أن يقدمها، فيبدي يحارب الشخص المبدع عندما يجد عنده بذرة إبداع أو يجد عنده، لأنه يخاف هذا المبدع يطغي. وطبعا هذا يصير التنافس حتى بين الزملاء مرات، في أحيان كثيرة بين الأساتذة بيناتهم أو بين الطلبة، لكن بالعموم لا يصح إلا الصحيح. المبدع وإن حورب، يعني إذا أرجع أنا ذاكرتي شوية راح ألقي الكثير من الحروب والكثير من الاستبعادات والكثير من لكن لما يكون عندك هدف وتريد توصل لازم له الواحد يكمل بهذا الإصرار، خلاص توصل له مهما يكون. يجوز الوقت يطول أكثر، يجوز تكون يعني مرهق أكثر، متعب أكثر، لكن توصل للهدف. اكو شباب موهوبين اليوم، شابات يعني من طلبتك؟ عندنا البارحة أنا كان عندي بروفا ويا طلبة المرحلة الثانية، عندي عمل داري أشتغل وياهم، فتفاجأت بطالبة من الضلوعية كلش يعني عندها هاي الروح الحلوة على المسرح، عندها هاي الشفافية، وموجود عندها اللغة كلش مهمة، لأنه إحنا الكلمة النص كلمة. يعني كعراقيين نعاني من هاي القضية، إنه يصير دائما لحن باللغة العربية، إنه يروح نادرا ما تلقينا أحد يتحدثها بطلاقة حتى على مستوى الأكاديمي، يعني أساتذة ويصعد على المنصة فيصير عنده هذا يعني هسه أنا العرفاء مال الحفلات موتيني، مو أريد واحد ضابط. أي يعني أنت قاعد رأسا تحس إنه أكو جرس يدق. المشكلة اللي يعرف يأشر عند الجرس. صحيح. فوجدت عندها إنه هاي اللغة الحلوة، من صعدت على المسرح فراشة. حلو. بنية من الضلوعية، عندنا طالبة مرحلة ثانية وإن شاء الله نستبشر بها خير. قبل 4-5 سنوات يمكن تتذكرها مينا، من اشتغلت نشاز نص جريء جدا، واشتغلتها باحترافية عالية، وحصلت جائزة أفضل ممثلة. مينا مبدعة للأمانة يعني على مسرح الجامعات. تحية. فأكو هاي الإمكانيات. المفرح بالموضوع أنه إحنا في منطقة قد تكون بها طابع عشائري، بها طابع متحفظ نوعا ما اللي هي تكريت، لكن الإقبال على الفنون الجميلة، الإقبال على التربية الفنية إقبال غير مسبوق، كبير فعلا، كبير. يعني إحنا قسم علم النفس أكبر قسمين. نعم. بالكلية اللي تستقطب أعداد طلبة، وهاي إحنا رغم قلة عدد التدريسيين وأنه كثير من المتقدمين نستبعدهم، لأنه عندنا يعني قدرة استيعابية بالقسم، لكن الحب للمسرح والحب للفن بشكل عام لا موجود. وهذا شيء مفرح إنه إحنا غادرنا قضية التطرف، وغادرنا لأنه من يكون أكو فن ومن يكون أكو، هي قضيتين، يعني أكو مفكر دائما يربطهم بوعي المجتمعات. عندما يكون الفن والمرأة مقدرين بالمجتمع، إذن المجتمع متطور. حلو، جميل. مسرح الطفل ومسرح الدمى، يعني باختصار تجربتك بمسرح الطفل وبمسرح الدمى. مسرح الطفل ذكرت لك أنه أنا كانت عندي نصوص كثيرة، اشتغلت أعمال أكثر من عمل بمسرح الطفل على مستوى الفضاءات المفتوحة، مسرح الطفل يعني بالحدائق وبالمدارس الأهلية، بالمدارس الحكومية أيضا اشتغلنا. مسرح الدمى أيضا اشتغلنا أكثر من عمل في جامعة تكريت، وأيضا فزنا به بجوائز على مستوى الجامعات العراقية. النصوص اللي كتبتها بمجال مسرح الطفل قدمت عربيا وفازت بجوائز، منها جائزة على مستوى العرض المسرحي فازت بعمان بجائزة أفضل عمل في مهرجان المسرح التربوي على مستوى الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، و يعني كثير من النصوص فازت. اشتغلنا أعمال ويا الطلبة العام وأول عام، ويا مشاريع تخرج ويا طلبتنا، بس ما حالفنا الحظ أنه الوقت ما أسعفنا أنه نقدمها. قبل 2 عرضتي أنت مسرح دوما، شاركتي بيها؟ هو هذا اللي شاركت فيه وفزنا به بجائزة أفضل جورية.
كانت دوري. مسرحية صحيح. جورية جدا حلوة كانت جميلة. يعني هي مسرح الدمى عالم يعني جميل، ويخاطب هاي فئة الأطفال اللي هم غير متمدرسين، يعني أطفال الرياض. الطفل بهاي المرحلة ما يتحمل الكلام الكثير وما يتحمل الفلسفة، يريد الحركة، يجسد له عبر عن طريق الدمية. نعم. الدمية لأنه هي لصيقة بهذا الطفل. يعني إحنا أولادنا يعني عندي نقطة نظام عليها، أنه أولادنا وين يروحون؟ يا أما يعني السيارة بها مجال، لكن مرات يروح للأسلحة. هذا هي هاي الدمية مالته. الفتيات أوكي للعابة وللأدوات المطبخ وما أعرف شنو، لكن الفتى من يروح أو طفل من صحيح يروح من كمل سيارات يشتري لنا مسدس بالعيد. كلها المحلات كلها بدها تستورد هاي الأسلحة. صحيح هي مو مؤذية، لكن هي تنمي خيارات غيره، خلي السلام عنده بالضبط يبنى صحيح، وخلي أشياء هواية. أكيد. فالمسرح والدمية ومسرح الدمى بهذا الموضوع يزيح الطفل من هذه الألعاب التقليدية اللي قد تكون سائدة وهي سلبية وتأثر على السلم المجتمعي بشكل عام، تحوله إلى كائن يطلع على الجماليات ويستوعب هاي الجماليات اللي موجودة بمسرح الدمى ويستمتع بها. وبالمسرح ومسرح الدمى بجانب تنويري، احنا يعني المتعة جانب كبير ومهم بالمسرح بشكل عام، لكن احنا لا نغفل الجانب الأهم، الرسالة، الجانب التنويري، واحنا هذا الجانب اللي خاطب العقل. لكن هاي الرسالة أو هذا الجانب الخطابي اللي يتناول العقل ويتناول الفكر والتغيير والتثوير، هذا يكون مغلف بمسرح الطفل. ومسرح الدمى مغلف وكأنه شلون الشكليته، احنا مغلف فيها حلويات، داخل هالحلويات وبداخل، لكن مغلفة بغطاء حلو بألوان براقة. هو هذا المسرح. جميل. هذا الغطاء الخارجي الجاذب هو المسرح. السينوغرافيا والإضاءة والدمية والحركة والأغنية والرقص هي هاي اللي راح تجذب الطفل حتى تخلينا نوصل له الرسالة اللي احنا نريد نوصلها، الرسالة التربوية، الرسالة الجمالية، الرسالة التنويرية اللي نريد نزرعها ونغرسها في نفسية الطفل. ممتاز. أنا قبل شوي ذكرت الفتيان، وأنا المفروض أسألش بهاي الفقرة يعني. ومع هذا السؤال أنا لاحظت شيء، إنه روايات الفتيان يعني حقيقة هذا اللفظ ما كان مستخدم كثيرا، أو هذه الفئة ربما ما كانت تستهدف. ويعني أنت مع أن تحدد الفئات العمرية، يعني ضروري. أنه الأدب والفن يستهدف هذه الفئات؟ ضروري، لأنه كل فئة عمرية لها خطاب. عندما أكتب للكبار خطابي أكيد يختلف عن ما أكتب للطفل. عندما أكتب للطفل اللي هو من عمر 9 ل 12 سنة، لازم يعني هي نفسي أنه أكون طفلة بهذا العمر حتى أقدر أوصل الفكرة بخطاب يوازي وعيه. عندما أكتب للفتيان القضية تختلف، الموضوعات تختلف. من غير المنطقي أنا أكتب قصة عن الحيوانات وعن الغابة أكيد. أكتب عن قضاياهم، عن همومهم، عن هذه المرحلة العمرية شنو يفكرون، الرومانسية اللي يعيشوها، الاضطرابات اللي يعيشوها، الاغتراب بين هاي المرحلتين، مرحلة الطفولة ومرحلة الكبار. هاي أيضا يعني لازم تعالج. القضية وين إنه إحنا هذا الفقر عندنا. التصنيف الشائع إنه خاصة عندنا إحنا العرب، يعني الدول الغربية يمكن تراعي في قضية إنه الفتيان لهم خصوصية ولهم. إحنا عندنا دائما حتى في مجالسنا حتى في عوائلنا نربي الطفل على إنه طفل ويصير رجل مباشرة، ماكو مرحلة مراهقة، ماكو. صحيح. مباشرة أنت رجال، انت راح تبني، انت الرجال البيت من يغيب ابوك، انت ام البيت، انت بنيه كبرتي، انت يعني ماكو هاي مرحله المراهقه، هاي التداعيات اللي يحس بها المراهق لازم احنا التسلسل البيولوجي الطبيعي نقمعها. وبحيث يبدي المراهق شيء يصير عنده نوع من يعني الصد عن يعني حتى يحس باغتراب ويا ترى نفسيا يتاثر، يعني انت من تنقله من مرحله الى مرحله عاليه، يحس روحه منبوذ. يحس روحه انه هو نفسه محاب نفسه، ليش انا مراهق؟ وهاي هسه اذا احنا مرات نقول لاي شخص انت مراهق، حتى انطباع الكلمه يصير على انه انا دائما الاشياء السلبيه بهاي المرحله هي اللي تجسدت بيها. فهي هاي القضيه. الغرب لا، عندهم انه فتره المراهقه ينطوها حق. احنا هاي القضيه طبعا من سابقا حتى يعني في الاقوام الاوليه لجذورنا التاريخيه
كان انه يعتبر انه الطفل بمجرد ما يبلغ 12 صار رجل، بينما هي من 12 لل 14 هاي فترة مراهقة، وبعدين تلحق 13 وتلحقها فترة المراهقة المتأخرة، وما نريد نقول فترة المراهقة المتأخرة الأخيرة وبعدين ديجي جماعة الأربعينات. جماعة الأربعينات ديجي غير. المجتمع بشكل عام ما سلط الضوء لأنه هو المجتمع نابذ هاي الفكرة. هسه اكو نهضه بهذا الموضوع، اكو أي كتابات وهيك؟ اكو، لانه بدأت التصنيف صحيح يصير اليونسكو واليونيسيف كانت يعني تربط مرحلة المراهقة ضمن مراحل الطفولة. صحيح. تحسب الطفولة من فترة إلى الرضاعة 18 أنا إلى 18 هو طفل. أي هذا طفل تحسبه. لكن التصنيفات الأكاديمية، التصنيفات العلمية مبنية على أسس علمية، لا تصنف إنه أكو مرحلة طفولة مبكرة، مرحلة طفولة متأخرة، مرحلة مراهقة مبكرة، وهاي كل مرحلة بالإبداع الفني على مستوى التعبير الفني بالرسم، وعلى مستوى المسرح، على مستوى التلقي لها خصوصية. يعني الخطاب اللي يقدم لفترة هو أنا دكتور هذا قصدي أنا حقيقة هذا التعبير يعني قبل كم سنة اكتشفته وشفت وقعت بيدي رواية الفتيان، وبعدين انتبهت إنه يعني أنا حضرت مهرجان كتارة للرواية العربية، كانت أكو جوائز لفئة الفتيان كرموهم، فأهدت لي إحدى الكاتبات رواية، رجعت للبيت هنا وبعدين قريتها، شفت هاي الرواية تخاطب لا هي أطفال ولا هي كبيرة. هذا شيء هذا يخلي أكو تسلسل وتدرج للوعي، لأنه نعم هناك شخصيات ممكن أن تنطيه وبعد صغير تنطيه كتاب يقرأ الكبار ويفهمه، ولكن هذا قليل. هذا المبدع شوية اللي سابق عمره أكيد صح. ولكن التسلسل الحقيقي حتى أنقل الأجيال إلى على الأقل قراء، يعني ما أريد هم يصيرون مبدعين أكيد، ولكن هو قرأ شيء عن الطفولة أو بطريقة الطفولة، بعدين انتقل بعدين عفية، بعدين انتقل إلى الفتيان، ومن ثم أوديه إلى هذا الموضوع. أريد أن ننتقل إلى تجربتك في جامعة تكريت وفي قسم التربية الفنية، ويعني كيف تصفين هذه التجربة؟ نراكي يعني تروحين وتجين لبغداد وتعبانة، ودائما احنا نقول لك الله يعينك دكتورة ولكن بنفس الوقت احنا نحسك انت ما شاء الله من الأساتذة يعني اللي عندهم طاقة، اللي يحبوهم الطلاب، اللي اكو أثر بالمكان. فهل حبيت المكان؟ أكيد. يعني أنت ما تقدر تقدم شيء بمكان ما تحبه، وما تقدر تقدم شيء في مجال ما يكون يستهويك. يعني لو كان تخصص، وحضرتك يمكن أفضل مثال إنه الهندسة ما استهوتك رغم جاذبيتها يعني الكثير، لكن استهوتك اللغة العربية، حسيت إنه مجالك اللغة العربية وبديت تخطط خط آخر. فالإنسان من يكون ما مرتاح في مكان ربما سيغادر، مو بس دائما أنا أحس إنه إحنا عندنا رسالة، هؤلاء الطلبة هم أمانة بأعناقنا أن نوصلهم البر الأمان. قد يأتي شخص خاصة في مناطقنا بشكل عام، يعني يأتي شخص هو ما مقتنع أصلا بالفن، وهذا إحنا نشوفه يعني يجي هو أصلا بس يريد يأخذ شهادة، أنا أخذ شهادة حتى أعدل راتبي، حتى أعدل وضعي الاجتماعي الثقافي، بس هو ما مقتنع بقضية إنه شنو أصعد على المسرح، شنو أرسم لوحة، رسم حرام، هواية تفاصيل، وهاي إحنا نشوفها بمحاضراتنا. فدورك أنت كتدريسي أن تكون هاي القدوة الحسنة اللي تجسد له النموذج الحقيقي للفنان، مو هذا الصورة يعني المغلوطة عن الفن، الصورة السائدة عن الفنان إنه الفنان شخصية مستهترة، شخصية كافرة، بعيدة عن الدين وبعيدة، وهاي مشكلة هي موجودة متجذرة يعني بمجتمعاتنا بشكل كبير. فتقع علينا مسؤولية أنه نأسس للشخصية الأكاديمية الفنية، الشخصية المبدعة، نأسس لها تأسيس صحيح. هذا أولا. ثانيا، في أحيان كثيرة يأتي شخص عنده لمسة إبداعية، لكن القمع والصورة المغلوطة للفنان تخلي هاي البصمة اللي موجودة عنده تنمسح تروح، وبالتالي ينخرط بتفاصيل الحياة ومتاعبها ونخسر فنان.
فاحنا ليش ما بالعكس نشتغل على الجانب الانساني، ننمي هاي الموهبه الموجوده عنده، وان ما تمكنا من انه نخرج فنانين، فعلى الاقل نخرج متذوقين للفن، متذوقين للجانب الفني. واحنا محتاجين انه يكون عندنا وعي مجتمعي بالفن، تكون عندنا ذائقه جماليه، يعني احنا نحتاجها بكل تفاصيلنا، بلبسنا، بكلامنا، في جلوسنا، في الأبنية اللي في بيوتنا، في الديكورات اللي نستخدمها. احنا نحتاج هاي الذائقة الجمالية. فإذا أنا ما تمكنت من إنه من الدفعة إنه إذا قدرت أخرج 10 فنانين بمختلف التخصصات فأني نجحت. انجاز فعلا. لكن بالمقابل أني القاعدة السواد الأعظم اللي ما قدرت أخرجه كفنان، على الأقل أخرجه متذوق للفن، عنده وعي، عنده فهم صحيح احترام للفن، عنده احترام للفن، عنده تقدير للآخر. لأنه أنا من نميت هاي الذائقة الجمالية عنده، نميت روح التسامح، المحبة، نميت عنده تقبله للآخر، بعدت عن التطرف، بعدت عن الطائفية، بعدت عن أي خطاب يعني يكون يعني نوع من التشنج والتعصب، فأكون نجحت. وهذا هاي رسالتي كأكاديمي. حلو. مو يعني الكثير من الناس يفكرون انه المدرس او المعلم هو رسول. بالفعل هو رسول، هو عنده رسالة، عنده رسالة تربوية. واحنا سواء في قسم التربية الفنية او في الفنون الجميلة، يعني من ضمن مسؤولياتنا انه نربي تربية جمالية. مو هذا الهدف. فالتربية جمالية، يعني ننمي الفن وننمي هذا الجانب التربوي عند الشخصين، ننمي ذائقته، ننمي وعيه، ننمي ثقافته، حتى ننمي شخصيته. يعني على سبيل المثال المصريين، الطفل يطلع بالتلفزيون عنده هاي الملكة بالحوار والحديث عنده هاي الإمكانية أنه يطلع ما يخاف، ما عنده رهاب الكاميرا، ما عنده رهاب المسرح. احنا عندنا حتى على مستوى الأكاديميين، على مستوى صح، بروفيسور يجوز يصعد على المنصة يتلكأ ويتجبجب ويلزم ورقة. ليش؟ لأنه هذا من البداية احنا نمينا شخصيته على أنه اسكت، عيب، لا تتحدث، لا تقاطع، لا تناقش، ما يصير تناقش الأكبر منك، وكأنه مسلمات الأكبر منه، وكأنه نبي وجايب رسالة وما يصير أحد. وأيضا ربما غياب المنصات، يعني ولا مسرح بالضبط مدرسي، لا ما أدري إيش. بينما إحنا دا نشوف، يعني إحنا نشوف الدراما المصرية بالمدارس، عندهم أكو درس موسيقى، أكو درس للمسرح، أكو بالجامعات هو أكثر الممثلين اللي ظهروا سمير غانم، زوجته عبد العزيز، يعني عبد العزيز وغيرهم، مو اختصاص فنون، يعني زراعة، عادل إمام زراعة، يحيى الفخراني طبيب، مرة سمعته كلهم يحجون عن المسرح، انتبه عليهم. يعني تجارة ما أدري شنو، بس عندهم مسرح شيء كأنما رئيسي. والمخرجين حتى قبل فترة أكو برنامج كان لمسرح الجامعات يطلع على اليوتيوب، مخرجين مختصين يجون للجامعات يسوون فد بروفا، يعني حتى يختارون كاست للأعمال مالتهم، فيختاروها من أولا. هذا منين إجا؟ يعني إحنا هسه إذا مخرج يختار بالجامعات العراقية ويريد وجوه جديدة، طبعا النظرة هسه شوية تغيرت أحسن من سابقا. مستحيل يعني قبل 10 سنين نلقي أب يقبل إنه بنته تكون ممثلة بالسينما أو بالمسرح العراقي. ليش؟ لأنه هاي النظرة السائدة أنه المسرح والفن يودي للانحراف. مو هي بالإضافة هم هاي النظرة، وهم من مردود مادي كان ماكو. قلت لك هسه بالسنوات الأخيرة دكتورة أكو يعني صاروا ذول النجوم، يعني صح هي مختلط الآن، البلوجر مع الممثلة مع الإعلامية، لكن أكو ولكن أكو للأمانة. يعني عندنا إمكانيات حلوة من مخرجات الفنون الجميلة. يعني على اطلاع بقسم المسرح، فأكثر الوجوه اللي نشوفها في الدراما التلفزيونية، في الدراما السينمائية على قلتها،
هم اكاديميين، ناس اكاديميين، والبعض منهم دا يحاول انه يكمل دراسات عليا، فاذا عنده هذا التأطير التنظيري، التأطير المعرفي الى جانب الموهبه اللي موجوده عنده. وحلو انه احنا نشوف شباب وشابات على مستوى من الاتزان، على مستوى من يعني نقدر نميز الخبيث من الطيب اكيد. يعني صح، الفضاء دخل بلوجرات ودخل الفاشونيستات ودخل اشكال، لكن المتلقي العراقي ايضا عنده نباهه، عنده نوع من الذكاء بحيث يقدر يميز انه يعني لما نتحدث عن اعمال الالاء حسين، اكيد يعني آلاء حسين مبدعه، مبدعه وشخصيه عراقيه تستحق الاحترام. آلاء حسين للامانه رفعت من قدر الدراما، يعني برايي هي كفنانه، هي كشخصيه كحضورها، كالاعمال اللي قدمتها. يعني فعلا واحد من يريد نوباته يشوف شيء يرتاح، مع العلم اشتغلت يشوف كوميديا. آلاء حسين طبعا، وكل من معها اشتغلت كوميديا. الولد الشاب اللي وياها اللي يمثل هذا الدور الحلو مال بالمحطه استشهد بعدين، شو اسمه، هو ابن ممثل خليل ابراهيم، ايش اسمه؟ ما يحضرني والده ممثل فاضل خليل. ابن فاضل خليل هو حلو، ابن فاضل خليل. ايه في بس ممثل هذا حلو يعني جدا حلو. اياد راضي كذلك، اياد راضي الرجل يقدم اشياء استثنائيه طبعا عنده اياد راضي، اللي شاهدناه ونشاهده من يعني طاقات اياد راضي ما هي الا 10% من طاقاته. عندك احمد وحيد ايضا وكثير من الاسماء. حتى اكو صعود للامانه بالسنوات القليله، اكو صعود حتى على مستوى، يمكن البعض يشكل علي ما ساقول، حتى على مستوى ولايه بطيخ. ولاية بطيخ خرجت الكثير من الشباب الوجوه الحلوة. يعني هي برنامج ساخر كوميدي استخدم، طبعا لامس الواقع. يعني احنا يجوز نعترض لأنه الدراما العراقية كانت محافظة أكثر من اللازم، كانت دراما أنيقة بشكل بالثمانينات وبالتسعينات، إنه الأب مقوط وقاعد، صحيح. وهذا والخطاب المهذب جدا، صحيح. طبعا كان المجتمع أيضا مهذب جدا. حاليا مجتمعاتنا وهذا الانفتاح اللي صار ما تقدر تسيطر على لا الاخلاقيات ولا التصرفات ولا السلوكيات. فولايه بطيخ وغيرها من البرامج بالعكس دخلت يعني الواقع، نقلت الواقع. من ضمن اللي سووا ثوره، هاي الثوره ترى ولايه بطيخ للامانه، والنجوم كثيرين خرجت من ولايه بطيخ. وبالمناسبه هو المخرج او المدير لهذه علي فاضل هو ايضا شخصيه اكاديميه لا هذا الرجل مبدع حقيقة، يعني موايس، حتى مسرح قدمه، بالتراجيديا اشتغل، مسرح قدم، وبالتراجيديا أيضا اشتغل. كان عنده مسلسل فازت العام يعني سنتين متتالية. لا هو أكو نهضة معينة نتمنى أن تتطور. احنا إن شاء الله، احنا نقول لهم يعني نريد نفتخر ونتباهى بالفن العراقي. بالثمانينات كانت الدراما العراقية تصدر لقنوات العربية وخليجية، لكن هذه فترة الحصار، وتعرف رأس المال إلى حضور وسياسات. أنت من تكون محاصر هو مو فقط حصار اقتصادي، كان حصار ثقافي، حصار معرفي، حصار يعني حصار خانق. كان يعني الهدف منه قتل العراقي، مو فقط أنه تغيير نظام سياسي أو لأنه احنا عايشين في زمن ثاني ودا نشوف الحصار اللي يصير على هذا البلد أو ذاك. هاي الأوضاع ما تنتهي أبدا، ما تنتهي. خاصة أنا كان بعد أكو سؤالين بس راح أعوف، راح أسألك غير شيء ما أدري إيش جاب بالي. يعني أنا عادة لا أسأل أسئلة شخصية، بس أنا أحس دائما من خلال زمالتنا يعني إنه هناك دور مؤثر للوالد الله يرحمه، يعني لم يكن أب استثنائي. أكيد. يعني الوالد كان صديق، كان مرآة. يعني أنا من أريد يعني أتعرى أمام نفسي أكون أمام والدي. كان صديق صادق، كان ظهر سند داعم إليك، وداعم بهذا التخصص بالذات أيضا داعم، يعني خاصة إلي. يعني أنا كنت أحس روحي أقرب وحدة إله، أحس روحي لا منتمية إلى، مو فقط كابنة، يعني منتمية إلى حتى بروحي. فمن يعني من غادرنا إن شاء الله إلى مكان أفضل، حسيت إنه الدنيا فرغت. بس وللأمانة يعني أنا أحيان كثيرة كنت إذا أحس روحي متضايقة من شيء أو إذا يصادفني موقف مؤلم أشوفه بالحلم يجيني وكأنه يعني طبطب يهديني، يقول لي لا خلص استمري أنا وياك، يعني حاضر معك حتى الآن. يعني الوالد كان داعم بشكل مو طبيعي. جميل. على المستوى يعني على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الإبداعي.
يعني حتى من خلال دخولي لاتحاد الأدباء ومجال الكتابة. لا الوالد الله يرحمه إن شاء الله، وتقدمين وتكملين الرسالة اللي هو كان شايفها بيك إن شاء الله هنا. أكون يعني قد الاسم اللي شايلته إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ماذا عن الزوج والأولاد؟ احنا هم نشوف كان نوبات عشاقين. إيه. اقول لك دكتوره انت تجين هنا يوم السبت هسه ترجعين الثلاثاء. دكتور من هذا الزوج المتحمل العظيم؟ دكتور عامر السلامي كل ما يشوفه يقول له الله يساعدك ابو احمد، يعني انه انت كل شيء ما مفتهم من زوجك. ما عدا الدكتوره لما تروح، يعني لما تروح لها هم تطلع لهم مسافره لو رايحه. اي اكيد، اي طبعا اكيد، هو هم اللي اكو التزامات واكو نشاطات بكل تاكيد هو رجل مساند. طبعا. يلا نعطيك فرصه تعبري له عن شيء. شخصيه مثقفه، وشخصيه كانت يعني قبل ما ادخل اني للمسرح هو كانت هواياته بالمسرح وبالقراءات. كان متابع الحلقات علي الوردي، يعني دائما يحضر له. كان يعني انا كنت يمكن لانه انا اصغر منه بالعمر، فهو كان يتابع وكان يعني شخصيه المثقفه الفاعله، انه تؤمن بحضور المراه، تؤمن بوجودها، تؤمن بقضيه انه انت خلص اختطيت لنفسك هذا المسار، امشي بيه كمل، بس كون قد المسؤوليه اللي شايلها. ف بالمناسبه هو يمكن يدعمني اكثر بمجال انه اسسي نفسك بمجال الكتابه، لانه هذا الاثر الباقي. يعني الله يرحم الوالد، يمكن من غادرنا هو ترك لنا فد كم هائل من النصوص. نعم. ومن الكتابات ومن بالجانب التنظيري ايضا. ف يعني هذا يخليك تفتخر انه انت عندك ارث. اكيد. فهو من هالباب يقول لي انه كتبي، اسسي لنفسك. بس نصيحه حلوه فعلا. اي يعني انه واني داعم لك على مستوى الكتابه، حتى اذا تقولين ماكو مثلا جهه منتجه تطبع لي، اني اطبع لك يعني هالمستوى. اكيد طبعا الجانب المهني شويه بعدني عنهم، يعني هاي 3 أيام بالاسبوع يعني تسبب لي قلق، تسبب لي نوع من يعني نوع من عدم الاستقرار، لانه اني 3 هنا 3، يعني جنطه السفر ما تفرغ. بس يعني وما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابه. ان شاء الله يا رب يحفظكم ويحفظهم اليك. احنا الحديث طويل عن المسرح. على ذكر الابناء، حمودي مرات من اقول له دكتور ياسين، حمودي طالب مرحله رابعه هندسه، من اقول له دكتور ياسين هندسه وعاف الهندسه وراح للغه العربيه لسحر اللغه العربيه، يستنكر ويستغرب انه شلون يعوف الهندسه، لانه هو من محبين الهندسه. يعني هو طلع معدل ممكن يقبله صيدله في عمان، لكن قلنا له حتى اذا تريد يعني على حسابنا اطلع ادرس اي تخصص بالمجموعه الطبيه، لكن يقول انا من انا صغير كنت اتخيل روحي مهندس، فما اشوف روحي غير مهندس. فمرات من اقول له دكتور، يقول لي معقول اكون دكتور يعوف الهندسه ويروح اللغه العربيه؟ قلت له مثل ما انت تعوف الطبيه وتروح مو نفس الشيء بالضبط. لا هو الموضوع رغبه. احنا دائما نحكي مع طلبتنا ومع الشباب اللي يخصونا والشابات، نقول لهم انه انت رغباتكم اهم شيء، لانه بعدين ما راح تكون سعيد لما تكون انت طبيب او مهندس، راح تكون سعيد لما تشتغل الشغله اللي تحبها. وبدليل انه يحيى الفخراني طبيب راح للمسرح ونجح بالمسرح. أنا أشكرك شكر جزيل دكتورة. طبعا الحديث يطول والنقاشات، وربما يجمعنا لقاء آخر نحدد موضوع ثاني. هذه المنصة منصة إن شاء الله عفوية وموجودة ومتاحة لك دائما. أنا جدا سعيد بهذا اللقاء، ومعروف لو كان عندك كلمة أخيرة أو شيء بخاطرك تقولي. سعادتي أكثر أنه يكون هذا اللقاء وحضرتك للديرة، وحضرتك معروف بجمالية حضورك باللقاءات وبإعرافة الحفلات والمؤتمرات. أكيد إحنا العلاقة اللي بيناتنا رغم أنه الجدول يعني لكن واحدة من الأسباب اللي تخليني حابة تكريت وحابة هاي الزمالة وهاي العلاقات الإنسانية الحلوة اللي ألقيها بالقسم، وألقيها حتى على المستوى الاجتماعي في تكريت، على مستوى الطلبة، على مستوى الأساتذة، على مستوى الفضاء العام بالمدينة. فهذه الروح الطيبة الموجودة عندكم أنت العطية دكتورة، يعني إحنا حابين إنه وما تحسسنا بالغربة. للأمانة أنا في تكريت ما حسيت روحي غريبة، يعني من أول يوم اللي يعني وطأت قدمي جامعة تكريت ولحد الآن لم أشعر بغربة.
يعني وكأنه أنا عايشة ببغداد. يعني الناس الطيبة اللي موجودة عند الناس بمختلف يعني أشكالهم، مختلف انتماءاتهم، لكن هذا هاي الروح الحلوة، هاي المدنية الموجودة ترى. يعني تكريت طبعا. لا هي مدينة مغلقة جدا، ولا مدينة تحب المدنية، تحب الحياة. وهذا يخلي حتى الجانب الفني، الجانب الإبداع، ممكن أنت تسترخي، ممكن أنت تستمتع بخلوة تكريت. فأنا جدا سعيدة أنه بحضوري ضيافتكم، وجدا سعيدة أن أكون في تكريت. أنا أشكرك جدا. طبعا هاي الكلمة يعني راح نقطعها وننشرها مال عن تكريت، لأن تكريت مدينتنا الغالية اللي نحبها احنا هواي. وأنا خاصة دائما ما أول شيء يخطر في بالي لما أي شيء أسويه أقول على مود تكريت، مو على مود نفسي، لأنه تكريت من المدن اللي المدينة أول تعرضت لبعض التشويه، ولكن هي مدينة حلوة جدا، طيبة جدا. يعني أنا دائما يعني أتحدث ويا زملائي اللي مرات نسوي لهم دعوات، كنت حريصة أنه يعني أستقطب من جامعات عراقية متعددة من الجنوب من الشمال، أنه في يجون أساتذة يقدمون محاضرات. الهدف الأول أنه يعني تقديم رسالة للطالب، أنه استزادة بالمعرفة، تلاقح ثقافي. لكن الهدف الآخر أنه تعالوا شوفوا تكريت، شوفوا المدنية اللي هي بيها، مو هاي الصورة النمطية اللي ماخذيها احنا عن محافظاتنا، انه هي محافظات يعني تدعم الارهاب، وهي بالعكس هي كانت ضحية للارهاب، وهي اكثر الخاسرين بهذا الموضوع، واكثر من عانى من الارهاب. فتكريت من المدن ومن المحافظات الجميلة اللي فضاءاتها مفتوحة، ناسها قلوبها مفتوحة بمحبة وبطيبة وبتسامح، ما عندها هذا التشنج، ما عندها هاي يعني القبلية، التعصب ما موجود. أنا ما شفت التكريت، وإن شاء الله يا رب يدوم الأمن والأمان عليه. إن شاء الله دكتورة بحضوركم، هاي مدينتكم بكل تأكيد، ونشكرك على هالكلمات الحلوة، ويعني إن شاء الله تستمر سيرتك العطرة ومسيرتك العلمية والأكاديمية والفنية، وكل أحلامك تتحقق وسعادتك مع العائلة ومع كل محبيك. أنا أشكرك شكر جزيل، وإن شاء الله يشوفونا جماعة القسم. أهم شيء لازم القسم يشوفونا. وكو واحد خاصة اسمه دكتور باسم. دكتور باسم طبعا قبل فترة قال لي أنا أريد أسوي لقاء وياكم، وبالذات أنت. هي من باب الطرفة قبل فترة يشهدني بشغلة، فدا يقول لهم أنا تعبت يشتغل بالماستر شيت وكله، أنا 24 ساعة بالفعل هو موجود دائما، كان بالقاعة الامتحانية. فاجى دا يشهدني، دا يقول حتى سألوا دكتورة إيمان، دكتورة أنا وين هاي الفترة كلها، أنا وين؟ قلت له بالبيت. فكل ما يشوفني يقول لي أنا بالبيت. باللجنة الامتحانية لازم تقولين. أخونا وزميلنا العزيز، شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لأوس أيمن دائما معي بالإخراج والتصوير. تعبناك وأخذنا من وقتك. إن شاء الله تكون مشاهدة ممتعة بهذه الحلقة. إن شاء الله نكون خفيفين.